شفت الراجل اللي بيتكلم عليك؟ ما فيش راجل بيتكلم على راجل يا صاحبي. المرة بتاعت امريكا، الواد اللي بيطلع يقول لك بقبض 50,000 جنيه والقبض جالي 200,000 جنيه، الراجل ده زرار ودمه ساقع بيض. اقسم بالله بقاله سنة ونص بيشتم فيا. راجل بيض بيض يا جدعان، واقسم بالله دمه بارد يخرب بيته. طلع يقول لك ايه بقى؟ انا سالت اصحاب الجامعيين، انت مش خريج جامعه، انت خريج اشك بشك. بيقول لك ما فيش ولا واحد في متابع السويسي. لا، الدكاتره الحمد لله متابعيني، واخوك طلعوا يعني لقيت ناس بتدرس. طلعت في كتاب التاريخ، وفي باشمهندسين وفي دكاتره وفي ناس كويسه قوي متابعه الواحد وبتحترم الواحد وبتحب الواحد. تاني حاجه عاوز اقولها لك بقى، انت ليه تطلع تحكيها فيها؟ بقالك سنه ونص سنه عمال تحكيها. لا، بقالك سنه ونص، ده انت بني ادم بيض عامل زي البضايق ده، ولا ليك شكل ولا طعم ولا ريحه. يا جدعان انا قبضت 30,000 دولار، تعالى بصوا وانت جعان هلفوت مالكش ريحه اللازم. يلا يا عم، انا مش هتكلم عليك ولا عمري اطلع مثلا الفيديو بتاعك واطلع ارد عليك. انا برد عليك كده عشان اعرفك قيمتك، عشان انت لما تطلع تقول لي انت متابعني كل سرسجه انت غلطت في الناس اللي عندي. انت راجل قليل الادب، وراجل مهزأ، وراجل جاف في صيت، وراجل بتحكي بقالك سنه ونص، وراجل تقول له انا بقبض 50,000 جنيه. بس اقول لك حاجه حلوه، هي حته الحديده اللي مجمده قلب الواحد، والنصيبه لما الواحد بيمسك واحد فيكم، لما بزنق واحد يقول لي لا والله ده انا كنت جاي عشان اخد ريتش وبتاع، وتقعد تعذب بربر كده. مفيش راجل زنقته بيغلط فيا الا ما قال لي كده. روح يا عم شوف انت بتقبض 50 60 الف جنيه ولا بتعمل ايه؟ روح ركتك لكه وجري على السكه.